يلا فيديو جديد هنكمل الحدوته بتاعتنا وهي سلسله حلويات العيد. تاني حاجه النهارده هنعملوها وهو البسكوت، عاملاه بطريقه حلوه قوي. لو اول مره تدخلي المطبخ هيطلع ناجح معاكي من اول مره. مقاديره مظبوطه، السوا هقولك عليها ازاي تسويه ويطلع بالشكل الحلو ده من فوق زي من تحت، كل سوا واحد. يعني كل حاجه النهارده مش هسيبك غير لما تعملي بسكوت تحفه، تكسريها في ايديكي كده يا نهار ابيض بتطرقع في ايديكي لما بتكسريها. شايفين من جوه هش ازاي من غير ما تحطي بيكنج باودر. يلا كده نبدأ ان شاء الله، بس اهم حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. المقادير بتاعت الحلويات كلها بمشيها على الزبدة، يعني اقول لك قد ايه زبدة بناء على الزبدة بحط الدقيق. معايا 500 جرام من الزبدة، هنا مضاعفة الكمية، يعني انا هقول لك بس كده 500 جرام من الزبدة ايه، ملكيش دعوة بالمقادير بتاعتي بقى دي كلها. 500 جرام من الزبدة، حطيت عليهم 250 جرام من السكر البودر. اول لما تلاقيهم اندمجوا مع بعض بتنزلي باربع بيضات وبياض بيضه عليهم معلقه فانيليا. هنا بقى اهم مرحله، سيبوهم ينضربوا كويس مع بعض، لو بايديكي او مضرب بيض خلاص اضربيهم مع بعض لحد ما لونهم يفتح وتلاقيه عمل فوم زي ما انت شايفاه. معلقه قصنص حليب او قصنص جوز هند، انا عملته بطعم جوز الهند، ما تحطيش جوز هند مبشور، لا هو القصنص ده حلو قوي وبيضيع كمان يعني ريحه الزفاره خالص. معلقه لبن بودر. بعد كده الدقيق بتاعي 750 جرام من الدقيق، عليهم رشة ملح. هنا زي ما قلت لكم ضعف الكمية فبقسمها، لان العجان بتاعي ما بياخدش غير يعني كيلو بس. بعد كده هنزل بالدقيق. في المرحله دي هقولك مش عاوزه عجن كتير، اول ما تلاقي الدقيق اندمج مع الخليط بتاعك خلاص بتبداي توقفي، لو بايديكي او بمضرب اليدوي او بالعجان. يعني هنا انت لو تاخدي بالك هتلاقي في الحروف بتاعه الحله بتاعه العجان فيها دقيق، ده هلمه بايدي. بعد كده بقى نزلت بالمرحله التانية، يعني مالكمش دعوه بالجزء ده، زي ما قلت لكم ضعف الكميه. هوريكي بقى القوام اللي انا عاوزاه. انا عاوزاكي تكوني بتمسكي بيلزق في ايدك، هتقولي يا نهار ابيض دي باظ، لا انا عاوزاه كده يكون بيلزق في الايد وكده مظبوط. غطيه بقى بكيسه علشان ما ينشفش منك. ودي البلبله اللي استخدمتها، هما 3 انواع، في الصغيره وفي الكبيره وفي الوسط، ما كانش موجود الوسط فاستخدمت الكبيره. بتبداي بقى تحطي في كيس الحلواني، والطريقه الصح ان انت بتضغطي كويس، انك بتقسمي كيس الحلواني على جزئين، في من فوق وبتبداي من تحت من قبل البلبله كده بتضغطي. وزي ما انت شايفه كده اللي بتبوظ منك، يعني دي بصي في واحده باظت خلاص شلتها، اللي تلاقيها مش مظبوطه شيليها، لكن سهل. وبتيجي من تحت كده بتسويه يعني بايديكي زي ما بعمل كده، سهل جدا ما اخدش حاجه، في ثواني بثواني بتبداي تخلصيه. انت في الاول بس مجرد ما ايدك تاخد كده هتلاقي خلاص اشتغلتي على طول. يعني قبل ما افتح طبعا، يعني انا فصلت الكاميرا لحد 3 كده، لما ايدي اتظبطت خلاص وريتكم بعمل ازاي. وهنا خلصت الكميه وبالشكل الحلو ده، كله مظبوط وحلو قوي. السوا بقى يا ست الكل اللي هيطلع مظبوط معاك ان شاء الله، بتولعي الفرن على 180 درجه او اعلى درجه عندك في الفرن. اول ما بتدخليه لمده 5 دقائق او 4 دقائق، وبعد كده بتوطي الفرن. سيبي بقى، بحطه على الشبكه، اوعي تحطيه على الصاجه، لحد ما تلاقيه بقى استوى وبقى باللون الحلو ده من فوق ومن تحت. ما تولعيش الشوايه خالص غير لو انت حسيتي ان الفرن خلاص سواه من تحت ومن فوق، يعني لونه مش اللي انت عاوزاه، خلاص ممكن تولعي. لكن انت ما تولعيش الشوايه خالص، بجد بتفرق كتير. يعني كان عندي اخر صاج كنت حاسه اني تعبت، ولعت من فوق ومن تحت، والله العظيم كان فرق كتير. تحسي ان هي تقيله البسكوته ومش زي البسكوته التانية خالص، تحسي ان دي عجينه ودي عجينه تانية، فالسوى عليه عامل. شايفين الشكل والجمال من فوق ومن تحت مستوي زي بعض. لا بجد حلو، جربيه، مقاديره مظبوطه. انت بتكسريها شايفه بتطرقع كده في ايديكي اول ما بتكسريها، هش ازاي من جوه ومن غير بيكنج باودر، طالع هش وحلو قوي، السوا بتاعه مظبوط. المقادير ان شاء الله مظبوطه على الشعره. لو انت اول مره تعمليه ما قلتلكيش كميه كبيره، لا انا قلتلك مقادير كميه بسيطه خالص، ان انت تجربيه ويطلع ان شاء الله مظبوط معاكي. يلا بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.